Former Presidents Obama, Bush, and Clinton volunteered to get coronavirus vaccine publicly to prove it's safe. هكذا عنونت أكبر محطة عالمية وهي محطة CNN هذا الصباح بقولها أن الرؤساء السابقين وهم 3 رؤساء أوباما وجورج بوش وكلينتون يعني تطوعوا لأخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا. يعني يكون هذا اللقاح هذا أو أخذه يعني بشكل مباشر يعني علانية وأمام الأمريكيين لتأكيد أنه لقاح آمن وليس به أي مشكل. ودابا اجي نفهمو علاش هاد البروباغندا كاملة على هاد التلقيح، وعلاش عيجيو رؤساء أصلا سابقين وغادي يتلقحوا قدام الناس باش يتيقوا. علاش هادشي كامل؟ هذا هو السؤال اللي غادي نجاوب عليه بالتفصيل. بالنسبه للموضوع ديال التلقيح بصفه عامه، ماشي غير تلقيح ديال هذا الفيروس، وانما التلقيح خالق ضجه شحال هذه في الولايات المتحده الامريكيه، وبزاف ديال الامريكيين منهم اطباء ما كيلقحوش ولادهم وما كيديهمش يلقحوا حتى التلقيحات العاديه اللي كتكون في الصغار، لانه بطبيعه الحال عندهم شكوك على هذيك التلقيحات وكيعتبروها انها سموم كتدخل بجسم الاطفال. والعديد من الامريكيين كيرفضوا انهم يلقحوا ولادهم. يعني والكلام في هذا الموضوع هو طويل جدا. يعني كانت مطالبة بأن التلقيح ديال الأطفال يكون أمر اختياري وليس إجباري، وهذا ما كان. وكاين واحد القانون سميتو الهيبا، اللي بغى يفهم الهيبا مزيان يكتب HIPAA HIPAA. هاد القانون هذا اللي كان سناه اصلا الرئيس كلينتون، اللي هو من الناس اللي غادي يتبرعوا باش انهم ياخذوا هاد التلقيح ديال فيروس كورونا. يعني كان هو اللي سناه، هو اللي جابيه. اش كيدير هاد القانون ديال الهيبا؟ كيحمي اي امريكي انه ما يتسائلش في حاله ما خضعش القوانين مثلا ديال حاله الطوارئ مثلا يعني في العالم كامل انه اجباري انك تلبس الكمامه، غير هو اللي كتقول منظمه الصحه انك تلبسها الا كنت مصاب او الا كنت مخالط من الناس. هنا حمايه لك وللبقيه، ماشي غادي بوحدك وتلبسها. إذن بالسلطات الأمريكية ما تستغلش حالة طوارئ ويكون هناك نفور أو يكون هناك تمرد من الشعب الأمريكي، يعني اختاروا الطريقة ديال الإقناع، يعني يجيبوا المنطق. شنو هو المنطق اللي بقى الوحيد من بعد ما أكثرية ديال الشعب الأمريكي فقدوا الثقة خصوصا في الشركات ديال الأدوية، لأنهم كيقولوا كيجيبوا المرض وكيعطونا الدواء ديالو كيف ما كاين في البيسي، كيجيبوا لك الفيروس وكيقول لك لانتي فيروس خاصك تشريه. يعني ما بقاوش عندهم واحد الثقة خصوصا في مجال ديال الأدوية. وبالرغم من هذه المبادرة الفريدة من نوعها، ولأول مرة يعني 3 ديال الرؤساء الأمريكيين من حزبين منافسين، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، يعني كيتحدوا باش أنهم يديروا التلقيح وبشكل مباشر، يعني على القنوات التلفزيونية وبشكل مباشر. مع ذلك الأمريكيين أو معظم الأمريكيين باقي عندهم نفس الشك، وكتقول كما كنشوفوا في التعليق هذا أنه عادي، it may be normal، يعني يقدر يكون هذا التلقيح أصلا اللي غديروا راه عادي فيه غير شي محلول ملحي يعني كاين في البرا. وانا اصلا راه ما كنطيقش في السياسيين، يعني الثقه ما بقاتش. يعني يقدروا كتقول هاد السيده هذه انه يقدر يديروا غير شي محلول عادي كما كنتي سبيطار كتقول راه تقول لي البرا، يعني ما كاينش تقول لك البرا وما كاينش التشخيص ديال المرض وهذه، وكتقول راني جيت بخير وعلى خير. هذه هي قصه الامريكيين مع اللقاح او مع اللقاحات بصفه عامه. المهم في الأخير أقول نتمنى ربي ينزل العفو وينهي هذا الوباء. تحياتي لكم وأراكم في فيديو قادم. باي باي.